يلا بينا نعمل مع بعضنا المقرمشات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. من بطاطسية واحدة وأربع معالق نشا هنعمل أحلى مقرمشات في الدنيا. وديكم شايفين إيه الجمال والحلاوة، وطلعت معانا خفيفة جدا، طعمها أحلى من مقرمشات بره بكتير، والكبير والصغير حبها جدا. وكان نفسي أسمعكم صوت المزيكا ده وهي كده مقرمشة وناشفة، كانت تحفة تحفة. وأظن من بطاطسية وأربع معالق نشا موجودة في كل بيت، وهتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة، وهتعملي أكبر كمية من بطاطسية واحدة. الكمية دي كلها بطاطسية واحدة، البيت كله كل مقرمشات. وعن صدق قعد عندي لتاني يوم وقعدت معايا ناشفة وزي الفل. ما أقول لكمش على الجمال والحلاوة. وإحنا دايما نقول إيه أهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل أحلى مقرمشات في الدنيا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا هنا يا ست هنجيب بطاطسية وسط، مش كبيرة قوي، أو اتنين صغيرين. اغسليها كويس قوي وهاتي حلة كده وحط البطاطسية بقشرها وكوباية مية، وغطي الحلة كويس قوي وحطيها على النار. أول ما تغلي معانا يا ستي هدي النار كده وسيبيها لغاية ما تستوي كويس. هي استوت معايا كده زي ما انتوا شايفين، خدتها في طبق كده وهي سخنة هقشرها على طول عشان القشرة تطلع معانا بكل سهولة. بعد ما نقشرها كده نبتدي نجيب سكينة ونقطعها عشان نبردها كويس، لان احنا هنبردها ليه يا هلا؟ عشان دي هنحطها في الكبة او الخلاط اللي عندك يا ست استخدميه، وممكن بالهراسة على ايدك وبالشوكة، اهم حاجة تنعميها قوي تمام كده، بس يستحسن اعمليها في كبة او خلاط. بعد كده ايه، بعد ما بردت معانا هجيب الكبة بتاعتي وهنزل بالبطاطسية الباردة كلها. انا نزلت بالبطاطسيه البارده كده. قاعد ايه يا هلا المكونات بتاعتنا؟ المكونات بتاعتنا يا ستي بضايه واحده، وعليها الاول هحط 4 معالق نشا مهرمين، 4 معالق نشا. بعد كده هنجيب يا ستي ايه بضايه وعليها رشه فلفل اسود. بعد كده البهارات بتاعتنا معلقه ملح صغيره، ومعلقه كركم صغيره، بقيه التوابل ربع معلقه، بصل بودر، توم بودر، اي بهارات عندك بتحبيها، شطة حسب الرغبة، او ممكن تجيبي كمان اطعمة من عند العطار، طعم الكباب، طعم الجبنة، اي طعم انت بتحبيه موجود ايه عند العطار، او الفراخ، ده براحتك خالص. المهم بعد ما عجناها كده والعجينة بتاعتها تشبه لعجينة ايه، عجينة الكيكة التقيلة، وهتبقى لزجة كده زي ما انتوا شايفين. عجينتها تحفة وريحتها حلوة جدا جدا. بعد كده هجيب كيس حلواني كده ونعبي حبة من العجينة، ما تعبيش الكمية كلها، حط الكيس كده في كوباية وابتدي عبيه. بعد كده ايه يا ستي، بعد ما عبينا الكيس بتاعنا كده هنبتدي نقفله كده من فوق بايدينا. اديكم شايفين العجينه لزجه جدا، بس ريحتها وطعمها انا عن نفسي كلت منها نيه كده. المهم ايه، ادي ايه عبينا الكيس بتاعنا، هنيجي من قدام كده نقص حته كده، ما توسعيش الفتحه، خلي الفتحه ضيقه. ليه بقى؟ عشان المقرمشات بتاعتك هتزيد في النار وتبقى مقرمشه كده، ما تبقاش طريه من جوه. وحط زيت على النار، اول ما يسخن هد النار، لان المقرمشات ما بتتحملش نار، بتستوي بسرعه، فاحنا عايزينها ايه تستوي وتبقى مقرمشه. المهم اللي وصلت معايا للخطوه دي يا ريت ايه تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي ايه توصل لكل الناس. انا هنزل كده في الزيت بالمقرمشات بتاعتي، شايفين ازاي بتنزل من الكيس بكل سهوله، لان هي ناعمه ولزجه، فبتنزل النار تشد على طول كده زي ما انتم شايفين وتاخد اللون. بس النار تبقى وسط، ما تبقاش نار عاليه، عشان المقرمشات بتاعتك تطلع معاكي ناشفه جدا. شايفين زي بتاعت بره بالظبط، شكل وطعم ولون، بس الفرق ده حاجه بقى مضمونه ببيتك، حاجه انت عارفه مكوناتها، حاجه يا اولادك بياكلوا منها كميه انت مش قلقانه. وجنبيك مصفى كده وتحتها طبق يا ستي، ما تطلعيش على ورق مطبخ، حطي في مصفى كده وتحتيها طبق، وحطي ايه المقرمشات بتاعتك تقعد في المصفى زي الفل، مش هيحصل لها اي حاجه، تقعد مقرمشه لتاني يوم. ونعمل الكميه والطريقه سهله وبسيطه جدا. شايفين؟ ولما بتنزل النار كمان بتزيد في الحجم. شايفين الجمال والحلاوه؟ الطريقه سهله جدا يا جماعه، ومن بطاطسيه واحده هتشوف الكميه اللي هنعملها مع بعضنا. واول ما بتنزل النار هي بتشد كده، وابتدي قلبيها عشان ايه تاخد اللون الحلو اللي زي بتاع بره بالظبط.
انا بصراحه عملت المقرمشات في البيت على فكره، لان انا بنتي في ثالثه ثانوي حاليا، وانا اديلي من اولى ثانوي بعالج فيها من جرثومه المعده. جرثومه المعده يا جماعه الموضوع بيطول، الموضوع لو ما اتعالجش بيجي وراه مشاكل صحيه مش كويسه. فاحنا بقى كفايه بقى صحه ولادنا، وكفايه كلوا كتير من بره. شايفين المنظر بقى؟ المنظر مغري قوي، ما اقولكمش على الطعم بقى. المهم ايه، مش عايزه بقى ايه اتوهكم معايا. انا فعلا ده كان كلام الدكتور مش كلام هاله. الدكتور اكد عليا ما تاكلش اي حاجه من بره، حاجات كتيره منعها يعتبر من كل حاجه من بره. وانا فعلا خدت القرار مع نفسي ان انا اعمل لها اغلبيه الحاجات اللي بتحبها من بره هعملها لها في البيت. ودي كانت اول حاجه على فكره، وعجبتها جدا جدا، لان بنتي دي كبيره مش صغيره، مش هعمل لها حاجه كده واقول لها دي حلوه وهتصدقني، لا، لازم هي تكون مقتنعه. عن صدق يا جماعه عجبتها جدا جدا. كانت مقرمشات ما اقولكمش، كلنا كلنا من بطاطسايه واحده. انا عملت سيرفيس بسم الله ما شاء الله، اداني كميه حلوه جدا جدا. شايفين مقرمش ازاي، شايفين ناشف ازاي، تحفه يا جماعه. الصوت بتاعه مزيكا. انا كان نفسي اسمعكم الصوت، انا ما عرفتش اسمعكم الصوت بصراحه. شايفين الجمال والحلاوه، تحفه. وما اقول لكم، وهقول لكم الاغرب بقى، انا هاله ما باكلش حاجه من بره، ماليش في الحاجات بتاعت بره. انا اول مره اكل مقرمشات، واول مره اعمل منها سندوتشات زي نظام الشيبسي كده. عملتها سندوتشات كانت تحفه تحفه. وهقول لكم تاني، في نكهات بره، في طعم الكباب، طعم الفراخ، طعم اللحمه، طعم الزيتون، طعم الجبنه، يعني حاجات بره. بس لو جبت اطعمه من بره خف معلقه الملح، خلاها نص معلقه، لان الاطعمه بتاعت بره بتبقى فيها ملح. تمام كده. ودوق العجينه بتاعتك يا ستي. وهقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه.